اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة الفيديو بتاعنا مهم جدا يا جماعة، وأمهات كتير بتعمله وبتغلط في الحكاية ديت، عايزين ننوه عليها بسرعة مع بعض. المقارنة يا جماعة بين الأطفال وبعض بتكسر شخصية ابنك. اوعي ابدا تقارنيه بحد، حتى لو حد هو بيحبه قوي. اوعي تقولي له بص ابن خالك عمل ايه وانت لا، بصي بنت خالتك جابت ايه وانت ما جبتيش، بصي جابت درجات عاليه وانت ما جبتيش، بصي دي كسبت في المباراه كذا وانت ما كسبتيش، بصي قاعده بتتكلم وبتتحدث مع الناس وانت قاعده ساكته. يا جماعه، كل الاخطاء ديت الامهات والابهات بتقع فيها وهي مش واخده بالها. فالحاجات ديت بتخلق طفل ضعيف الشخصيه، بتخليه دايما مش عارف يعمل ايه. هل انا لو قعدت كده ماما هتفرح بيا؟ لو قعدت ساكت لا، لا انا هقوم اتشاقى كده والعب مع اصحابي. تروح البيت تقول له انت لازم تتشاقى، انت كسفتني، انت كسفتني وسط الناس، عامل شقاوه، انا مش هاخدك معايا في حته تاني. يروح يقعد هادي، انت قاعد هادي كده، كل الناس عمال تتفاعل وترغي وتتكلم وتلعب وانت اللي قاعد هادي كده. انت ايه يا ابني؟ عندك توحد؟ انت ليه ما بتتكلمش؟ انت ليه مش متفاعل زي الناس؟ انت كسفتني. بنعمل اضطرابات للطفل في شخصيته، ما بيبقاش عارف هو يعمل ايه عشان يرضي ماما. يا جماعة سيبوا الاطفال على راحتها، اللي عايز يلعب هيقوم ويلعب، واللي عايز يتكلم هيتكلم، واللي عايز يسكت هيسكت. ما تضغطوش على اعصاب الاطفال. اي حد، اي ام عندها طفل عنده موهبة في أي حاجة نميها له. مش لازم الموهبة بتاعت بنت خالته ولا ابن خالته، مش لازم الموهبة اللي في دماغك انتي. هو ممكن يكون عنده مواهب كتير جدا انتي متعرفيش عنها حاجة، علشان انتي بصة لحد معين، مش بصة لابنك او بنتك. ساعات كتير قوي بيبقى ولادنا عندهم مهارات احنا مش عارفين عنها حاجة، علشان بيبقى متطلعين لأفكار وأساليب تانية مش في دماغ ابني. مش لازم أبص لحد عاجبني أنا، لأ، أنا أبص إيه اللي عاجبني في ابني وأنميه. الحاجات دي بتفرحه قوي. يعني لما تقولي له مثلا انت كنت هايل في التمرين ده، انت هيبقى احسن واحسن لما تحفزيه. مش تقولي له ابن خالتك كان احلى منك في التمرين ده فهتحبطيه. دي حقيقة عمرك ابدا ما هتلاقي منه نتيجة وانتي بتقارنيه بينه وبين حد. لما تقولي له على درجاته في الامتحان، بص صاحبك جاب ايه في الامتحان وانت ما جبتش، بص صاحبك كان اعلى منك وانت ما ذاكرتش. هي مش ملهاش علاقة بالمذاكرة او ملهاش علاقة بالدرجات. كل واحد وحسب استيعابه. الاطفال استيعابها كله مش زي بعض. درجات، بيبقوا اتنين مولودين اخوات في نفس البيت، وواحد نابغة وشاطر جدا وواحد عنده مهارة في حاجة تانية خالص انتي ما بتاخديش بالك منها عشان انتي عايزاه يبقى زي اخوه. فعمر ما حد ابدا هيبقى زي حد. فانتي مش هتشوفيه ناجح في اي حاجة علشان انتي شايفاه دايما فاشل ومش زي اخوه. فكل ربنا خلق كل واحد بعقل وقدرة معينة، ما نقدرش ابدا اللي احنا نتدخل فيها. دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فلازم ناخد بالنا من الحتة ديت وما نقارنش ابدا ولادنا بحد، علشان مهما كان انت بتقارنيه بحد هو بيحبه، ما تفتكريش اللي هو هياخده قدوة ليه وهيبقى عايز يبقى زيه. لا ابدا، الموضوع بيتعكس وبيكرهه. وحتى لو هو عايز يطلع زيه مش هيطلع زيه، علشان يثبت لك ان انا حاجة وهو حاجة. فيا ريت ناخد بالنا من الموضوع ده كويس قوي، وما نضغطش على ولادنا وما نضغطش على شخصيتهم، علشان انت بتفتكري ان انت بتعملي حاجة كويسة وانت بالعكس انت بتدمري شخصيته وانت ما بتكونيش عارفة. فيا ريت ناخد بالنا ونحافظ على شعور ولادنا وما نقارنهمش بحد. يعني انت ممكن تقارنيه بنفسه في حاجات كتير قوي، هتلاقيه احسن لما تقارنيه بحد تاني. علشان هو الاب والام هما الحاجة الوحيدة اللي بيبقوا مثل اعلى بالنسبة لولادهم. فلما بيكلموهم كده وبيحسسوهم ان انت فاشل،
فماما وبابا شايفيني فاشل فانا هنجح ليه؟ دول شايفين فلان ابن خالي ولا ابن خالتي احسن مني، فانا مهما اعمل هما مش هيشوفوني كويس، فانا بقى خليني كده. فانت بتحبطيه وبتكسري شخصيته وبتخليه ضعيف الشخصيه ومهزوز ودايما خايف ودايما ما يطلعش يجاوب في الفصل ودايما شخصيته ضعيفه ومكسوره بسبب كده. فناخد بالنا كويس جدا جدا وما نضغطش على ولادنا ونحافظ عليهم وعلى مشاعرهم، وربنا يخليهم لنا يا رب. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.